من هذا الكوخ الجميل على بحيرة سيوني في جورجيا تنتهي رحلتي لاستكشاف أجزاء من جورجيا بالعربية الحلوة دي. سميتها زيزي. أول مرة أأجر عربية لوحدي وأسوق لوحدي خالص، وبصراحة كانت تجربة جميلة جدا جدا جدا. فهسيبكم بقى مع الرحلة من أولها. هقعد أنا بقى استجم مع الفيو الخطير ده. يلا احكي لكم. طيب بما اني لوحدي فانا هقعد بقى اكل مع الابطال دول. غالبا هي دي المدينة اللي انا هقعد فيها. وصلت لها بعد حوالي 12 ساعة سواقة، بس طبعا عشان انا بقف كل شوية يعني وباخد وقتي وكده. المدينة اسمها كوتساي او كوتساي حاجة كده. وقعدت دلوقتي في مطعم بشحن حاجتي، اشوف بقى هنام فين. ممكن اسأل الناس هنا يعني لو يقدروا يرشحوا لي اي مكان. كينكالي كالعادة الأصلي يعني، أو اللي هو المتميزين فيه طبعا هو اللحمة. كينكالي لحمة، بس أنا جربت المشروم وطلع بقى أحلى كمان من اللحمة يعني، مع إن أنا بحب اللحمة عادي بس المشروم خطير. وده الليمونيد عندهم، ليمونيتا في حاجة مختلفة فريش أكتر. طيب انا زي ما قلت لكم ان انا ما عنديش اي بلان هبات فين النهارده، فقعدت ادور في كل الاوتيلات والهوستلات. ما لقيتش حاجه رخيصه قوي يعني، اقل حاجه بتبدا من حوالي 20 دولار، وانا مش عايزه اصرف. انا خلاص صرفت كتير قوي على العربيه بصراحه، وبرده شايفه ان في مشكله في الركنه قوي، فانا مش هعرف اركن العربيه وانام فيها مثلا، او يمكن الاقي بس بصعوبه. فقعدت ادور على كاوتش سيرفنج. بعت لكل الناس اللي كانوا اكتف النهارده، و اتمنى ان حد يرد عليا واعرف. طبعا ورست السيناريو يعني اكيد هروح بقى اشوف اركن تحت كوبري ولا حاجه. بس لما نشوف. الحمد لله لسه في واحد رد عليا، رد بجد في خلال يعني كام 5 دقايق مثلا. 11 دقيقه المكان بتاعه. قال لي بس ما تاخذنيش يعني، انا هصحى الصبح بدري هفطر على السحور عشان رمضان وبتاع. Do you mind؟ بقول له يا مايند ايه يا عم، انا ماشيه كده كده قبل الشروق اصلا. نزلنا بعد ما عزموني على الفطار بتاع رمضان نتمشى شويه. السلام عليكم. بيتكلموا والله شويه عربي، والمفروض يونس كردي، وحميد كردي برضه، كردي برضه. فعندهم حاجات كتيره، وكنا بنتفرج على مسلسل يوسف واحنا بنفطر. فكيوت قوي والله. وبعدين هم ردوا عليا في ثانيتها يعني، اول لما بعت راحوا ردوا. غير كده كان زماني دفعت قد كده او نايمه في الشارع. اليوم التاني الدنيا بتمطر من الساعة 6 امبارح لحد دلوقتي، وبجد تلج يعني. يلا بينا.
اول محطة ليا في اليوم التاني هو كهف او مجموعة كهوف اسمها بروميثيوس كيف. انا بجد مش عارفة انطق ولا كلمة، اكني يعني اكتر بلد برضه كنتش عارفة اقرا منها اي حاجة. طبعا اكيد تركيا وروسيا عشان الحروف في الالفابتس مختلفة، هنا كمان نفس الموضوع. anyway هو ده فاليري هنا هيوريني الكهوف. اول مرة ابقى في كهف بالحجم ده، بيقول كيلو كامل جوه. كان نفسي الكواليتي بتاعت الكاميرا توريكوا الجمال اللي انا شايفاه، ولكن انا عمالة افكر يعني الناس اللي نزلت عملت كل الجسور وعملت كده ممرات، وكان في الشو بتاع المزيكا والاضاءة. بصراحة برضو البني ادمين والله احنا جامدين برضو بصراحة. باي باي كهف، نطلع على الحياة بقى. ده يا جماعة قصة أنا مش فاكرة أنا سمعتها فين، بس فاكرين اللي هو في قصة كده سمعناها at some point إنه صاحب الكلب قعد في مرة وبعدين مات وهو قاعد، فالكلب فضل جنبه لحد ما الكلب كمان مات، ما كانش عارف ان صاحبه ميت، فضل بس قاعد جنبه. يعني قصة كانت بتعبر عن اللويالتي يعني. فده ده التمثال بتاعهم، او يعني تمثال مصغر. فاليري هو اللي شغال هنا، وهو اللي وراني المكان. هو بيعمل حاجات بقى اكستريم ادفنتشرز، يعني دايفر وحاجات في الكانيون وهايكنج وحاجات كتيرة جدا يعني اكستريم. You went to شرم الشيخ and Hurghada and you like Sharm el-Sheikh. yeah and Blue Hole. Blue Hole and Yes. تعالوا بقى نشوف كده لو هعرف انزل المية دي، هل عميقة كفاية، هل مش سخنة قوي. بصوا المنظر تحفة. صاحبي لا لا مغلية. يلا سلام بقى يا ينبوع الماء السخن. ان شاء الله اجيلكوا في الافراح. كالعادة بدور على هنام فين النهاردة. دايما بخلي خيار ان انا انام في العربية ده اخر حاجة، فببعت مفيش حد على الكاوتش سيرفنج خالص هنا، فبحاول ابعت لهوستلز وهوتيلات وبتاع. طيب بعد ما استنيت في المطعم اللي كنت فيه شوية وفي العربية شويتين، لقيت هوستل عندهم كامب سايت، قالوا لي ان انا ممكن انام في العربية عندهم، عشان بصراحة حاسة ان انا هطمن اكتر. يعني يا اما انام في العربية يا اما هحط الخيمة بقى انام فيها، معرفش لسه بصراحة. الفترة دي قعدت اسأل نفسي وانا ليه بعمل كده بجد، وقعدت افتكر البيت عندي في المعادي
اصحابي هناك واهلي وحاجات كتيرة وميسنج الكومفورت يعني شوية بصراحة. هي الدنيا زي المرجيحة فعلا، يوم تحت ويوم فوق. يا صباح الخير من تالت يوم ليا مع رحلتي انا وزيزي. المفروض ان انا في هوستل. ركنت العربية امبارح على اساس ان انا هنام في العربية قدام الهوستل ده. بيبقى $6 ان انا اركن هنا واستخدم الحمام والكلام ده. وبعدين حاولت ان انا انام في العربية بس ما قدرتش بصراحة خالص، يعني خالص. الجو كان تلج بطريقة مش طبيعية مع اني لابسة والله 16 حاجة، بس هو فعلا الجو برد قوي، يعني يمكن درجة الحرارة 3 دلوقتي او حاجة. anyway قابلت ناس لذيذة قوي في الهوستل، عايشين هنا مدة طويلة شوية، اللي هو كام شهر بيشتغلوا او بيفولنتيروا او كده. وهنروح دلوقتي سوق في المدينة هنا مونتفيلي عشان معرفش انا هروح ليه، بس حاسة ان انا عايزة اروح. فيلا بينا نستكشف الماركت. حابة اقول وانا بتمشى هنا في السوق مستنياهم يجيبوا حاجة ان بجد ان انا ممتنة جدا لعدم الخطة اللي انا فيها دي، وان انا سبت نفسي كده زي ما تيجي وقابلت ناس زي الفل وجيت السوق. يعني مكنتش عارف هو فين اصلا، لان مفيش حد هنا بيتكلم انجليزي. ف برضه يعني عشان تبقوا فاهمين شوية انا فين. يعني انا في حتة يعتبر فلاحين ومزارع بقى كتيرة وبتاع، يعني اكني رحت المنوفية هنا، منوفية جورجيا. كنت عايزة اجيب تفاحية واحدة اكلها وانا في الطريق، ادتهاني ببلاش الست. كيوت اوي. الهوستل اللي انا قاعده فيه امبارح خلوني الناس اللي فيه بصراحه اقرر اقعد يوم كمان هنا، وعشان في اماكن كتيره اغسطو من الارجنتين، وفي المانيا، وفي استراليا، وفي جورجيا في الهوستل ماريا. خلوني اقعد عشان في اماكن كتيره قوي تتراح هناك. واكشلي انا استكشفت اماكن كتيره النهارده. بعدين رجعت لقيتهم بيبنوا الحمام ده للبيت بتاع صحاب الهوستل عشان عندهم بيبي دلوقتي، فراح اشتروا البيت ده جنب الهوستل عشان يقعدوا بالبيبي بس. فقلت اساعدهم بقى، اول مره اشتغل في ال اسمها ايه، هو ايه اسمه ايه، في البنا. واتعلمت بقى كل حاجه، ازاي نمكس الاسمنت ونحط نميمي الطوب واحط الاسمنت ما بينهم، واقيس درجه الثبات او اللي هو anyway بتعلم. بس فلذيذ قوي بصراحه. انا فعلا مش عارفه انا رايحه فين، في مكان نائي جدا وفوق جبل، يمكن اخطر طريق واضيق طريق، يعني طريقين، وهو اصلا مكفي العربيه بالعافيه.
لا اله الا الله. اوكي بصراحة كان ورث برضه الطريق ده. بصوا المنظر، وانا لوحدي. في بس واحد غريب عمال يبص من بعيد كده، غالبا تور جايد او حاجة، بس غير كده مفيش اي حد. طيب يا جماعة، والله السواقة لحد دلوقتي لذيذة جدا. البلد بصراحة حاساها منظمة قوي. في أماكن كتيرة محتاجة يعني في تصليحات كتيرة على الطريق، بس كمية الساينز والأنوار والناس اللي واقفة وهدي يعني التهدية بالراحة كسرعات وبتاع، يعني حاسة إن I feel very 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 safe. ايه يا جماعة؟ ايه ده؟ هي في بقرة جاية، لو تعرفوا ايفا زوبك، هي رحالة كده يعني ملهمة جدا بالنسبة لي. اتخبطت ببقرة قبل كده، كانت هتموت من بقرة. هي بجد عملت يعني مخاطر ومغامرات وحاجات كتير قوي، وفي الاخر كانت هتموت من بقرة. فانا ايه، هدخل عربيتي لحد ما البقرة تعدي نحترمها برضه. غالبا دي قبور اللي ورا دي. اوعوا تكونوا مستنيين انا هوصل فين النهارده. انا مش عارفه انا هروح فين وهنام فين النهارده بصراحه. فاما نشوف بقى. انا بدات اتعب بصراحه، وحاسه كده ان احنا ايه ممكن نقفل اليوم على كده. يعني اروح اكل بقى، يعني كفايه سواقه، اكل، مكان انام فيه. معايا الخيمه بتاعتي، المفروض لو لقيت مكان دافيه كامب فيه هعمل كده. انا خلاص قدامي 20 دقيقة اوصل لمكان هستريح فيه شوية كده واخد ناب، مكان طبيعي كهوف، فخليني اروح استكشفه. دخلنا في التلج يا جماعة. دلوقتي طالع على سيوني، حوالي ساعة ونص من تبليسي. رجعت كل الطريق لتبليسي وبعدين طالع على سيوني. شايفين التلج؟ كل ما بطلع كل ما في تلج اكتر. هي كانت بتتلج اصلا فوق اول امبارح. غالبا كده هو انا علقت. هو انا معلقتش لسه، بس يعني عارفه ان انا لو اخدت خطوه كمان جود باي. كلمت الكوخ اللي انا هقعد فيه النهارده يجوا ياخدوني يعني، بس مش عارفه بقى بيردوا ولا هيردوا ولا ايه. كده نط في البحيرة المتلجة. الرياح دي رعباني.
المحاولة التانية. انا بس رجلي فعلا وجعاني، تعباني قوي يعني. لما بتمسكوا تلج في ايديكوا انا حاسه في رجلي بقى، فاللي هو مش حاسه بيها. والله حاسه ان انا زي الفل، مبسوطه ان انا عملت كده قوي. بجد انا محتاجه اوريكم. بصوا المنظر، بصوا الحلاوه والطعامه. قاعدة مستنية بتوع الكوخ كلموني 112 which is البوليس بتاع العربيات او الحوادث. قاعدة مستنية وبتفرج على ريك اند مورتي. Should I go front? Okay. مدلوبة. Thank you. Thank you. Bye bye. وبس كده رحلتي تكون خلصت بقى زي ما بدأت الفيديو في الكوخ ده على الفيو الخطير ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، عشان بصراحة الفيوز يعني بحاول على قد ما اقدر والله ما ركزش في الارقام ولا الكلام ده، وفعلا هي ما بتفرقش يعني، بس هي بتفرق فاينانشلي يعني، بتفرق في انه الفيوز دي ستيل بتدخلني، ده المصدر الرئيسي للدخل بتاعي، وبتساعد ان سبونسرز يدعموا رحلتي اكتر. فعشان لو يعني بتحبوا الكونتنت بتاعي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو حد مهتم يروح جورجيا او حاسين انه الحاجات دي هتفيد المحتوى بتاعي هيفيده يعني او هيفيدها. وتشوفوا كل الفيديوهات يعني بتكلم عن حاجات كتيرة، من اول الفيز لتحضير السفر للحاجات المطلوبة لحاجات كمان يعني بشير ماي بيرسونال اكسبيرينس معاكم، تجاربي بدون اي فلاتر لكل البلاد اللي رحتها. البلد دي البلد ال30 لحد دلوقتي، فبصوا بصوا ولو عجبتكم ادعموني باللي تقدروا عليه. باي باي.